لو احنا جينا قلنا مثلا الداتا اناليست ده بيعمل ايه، هنقول هو الشخص اللي دلوقتي بقى مسؤول انه يبقى عارف شويه لانجويجز وعارف شويه سكيلز، عنده شويه سكيلز يقدر يطلع من الداتا بيسز اللي موجوده دي الشركه دلوقتي او الفانكشن دلوقتي وضعها عامل ازاي. ريبورتس بقى زي السيلز، داشبوردز للفاينانس، الماركتنج يقول لهم الاعلانات بتاعتكم كويسه ولا لا. فده بيدي صوره واضحه عن الوضع الحالي للشركه بيست على الداتا اللي موجوده اوريدي ستورد. لو احنا اتكلمنا عن الداتا انجينير، فده دوره بيجي قبل الداتا اناليست. الداتا انجينير ده دوره بقى ان هو يجمع الداتا اللي موجوده في السيستمز الكتير قوي دي ويحطها في مكان واحد سنترال، يخليه الدنيا اسهل للداتا اناليست انه يقدر يجيب الداتا من المكان ده اللي لازم يبقى بيستور الداتا بطريقه منظمه والكلام ده كله. طبعا هو الموضوع معقد اكتر من كده بكتير، بس انا مش عاوز ايه اكزاكتلي، انا بحاول اسمبليفاي ات از ماتش از بوسيبل يعني. هيجي بعد كده الداتا ساينتست، ده شخص بيشتغل اكتر statistics بقى، يعني ده بيجي كده يقول لي prescriptive و predictive analytics. يعني ايه؟ يعني هو الشخص اللي يجي يقول لي لو انت عاوز تحسن الوضع الحالي ده محتاج تعمل 1 2 3 بيست على advanced analytics بقى، احنا بنسميها advanced analytics. البريدكتيف اناليتكس الاغلب الداتا ساينتست دايما بيبقوا مهتمين بيها، ان انا بقى هبريدكت زي اللينير ريجريشن مثلا او الحاجات دي كلها، ان انا هبريدكت بيست على الانبوتس اللي عندي دي كلها من الداتا، انا كمان شهر هيحصل لي ايه او كمان 5 شهور هيحصل لي ايه. اشهر حاجه موجوده في الموضوع ده واكيد انت عارفاها يا انسام عشان احنا اشتغلنا عليها كتير، هي التشيرن موديل. يعني ايه التشيرن موديل؟ يعني مثلا شركه عندها كاستمرز عاوزين يعرفوا الكاستمرز دول مين فيهم هيبقى عنده مشكله معايا مثلا بيست على الهيستوري بتاعه وممكن يسيب الشركه او يسيب البرودكت بتاعتي ويمشي، ومين لا. بالظبط. فبعرف من الاول خالص ان الكاستمر ده بيست على الهيستوري بتاعه معايا اللي موجود كله في الداتا في احتمال ان هو يتضايق ويسيبني ويمشي، فابدا انا اخد اكشنز او ابدا اعمل تغيرات معينه مع الكاستمرز دي علشان اميك شور ان هم يبقوا مبسوطين وقاعدين معايا. جاء بعد كده بقى الماشين ليرنينج انجينير، وده شخص بياخد بقى الجزء بتاع الداتا ساينس ده ويحوله اكتر الى برودكت فيها اوتوماتيك. الماشين بقت بتتعلم اوتوماتيك وبتاخد الداتا وبتعلم الموديل اوتوماتيك وبتطلع على طول ببرودكتيف، فبقت برودكت فده كده اختصار شديد لمين الناس الرولز الكتيره اللي بتشتغل في الداتا.